مرحبا، أنا مصورة لبنى عرفان، واليوم حقدم لكم الجزء الثاني من سلسلة دروس كيف نحصل على صورة احترافية بكاميرا الموبايل. هذا الجزء يخص الإيديت داخل الموبايل، وهواية أكو برامج تنطي فلاتر حلوة للصورة، بس أكثر برنامج احترافي هو السناب سيد. من ميزة السناب سيد إنه أوبشناته تشبه الأدوبي رو، وأيضاً ينطينا الصورة بكامل حجمها، يعني ما يضغطها. اكو برامج اخرى مثل اللايت روم ايضا احترافيه، بس انا لجأت للسناب سيد لانه اسهل. قبل ما نبدي بدرسنا اليوم احب اذكر لكم اهم الموبايلات اللي نزلت ب 2015 تحتوي على كاميرا احترافيه: سامسونج كي زوم، لينوفو فايب شوت، ايفون 6s و 6s بلس، سامسونج نوت 5، سامسونج S6، LG G4 وسوني Z5. هذني الموبايلات اللي أنا جربتهم. ممكن أكو بعد موبايلات تحتوي كاميرا احترافية بس أنا ما أعرفها. أول شي نروح نفتح البرنامج ونختار الصورة اللي احنا صورناها بالتليفون. نروح على Tools ونختار التيون ايمج. راح تطلع لنا عدة خيارات. نشوف البرايت إذا تحتاج الصورة نعطيها شوية، والكونتراست. الساتوريشن أتوقع مو كلش هواية تحتاج، طيتها 6 أني. والأمبيانس أنا دائما يعني أنطي هواية للصورة حتى تنطي تفاصيل أكثر للصورة، لأنه يعني حتى تبين الصورة احترافية أكثر. الشادو أرفعه، والهايلايت راح أنزله كله حتى الباكجراوند تبين عندنا أوضح اللي هي السماء. والورمث ما أتوقع تحتاج الصورة. نرجع نختار الروتيت ونحاول نعدل الليفل مع الصورة إذا كان أعوج يعني. نشوفوا إنه إحنا عندنا يعني خطوط مستقيمة بالصورة وعندنا خطوط عمودية. نشوف يعني نحاول بهاي الخطوط اللي عندنا بالروتيت نحاول نطابقها ويا الخطوط اللي بالصورة. دا أحاول هساني أطابقها حتى يتعدل الليفل. نروح على البرش ونختار التمبريتشر اللي هي درجة الحرارة اللونية، وراح أبدي أطوخ الخشب حتى يبرز اللون البرتقالي بيه أكثر. والبشرة هم شوية تحتاج أطوخها. تشوفون شلون يزيد اللون البرتقالي. والسماء نخلي لها -5 حتى نسحب منها اللون تصير أكثر زرقاء يعني. نفس الشي البنطلون مال الموديل، شوية نزيد اللون للخشب أكثر بعد. نروح على الدوج أند بيرن ونطوخ المناطق الفاتحة. هاي الأداة تطوخ وتفتح حسب يعني المناطق اللي نختارها. أنا هسه دا أطوخ الخشب أكثر لأنه دا أحس حتى لا يجذب نظر، حتى يصير التركيز على الشخصية. نختار هيلينج. هالأداة أيضا موجودة بالفوتوشوب، أكيد تعرفوها، يعني نقدر نمحي بيها الأشياء اللي مريتها. أني ما فد شي أسود هنا ما أعرف شنو هو، وخرناه. وهمين هذا فد شي أصفر وخرته. ما شنو عندنا هنا همينه. أوكي، عندنا همينه قطع بيض. وخرته. شوف بعد إذا أكو فد شي ما متناسق. ماكو شي. اوكي، هسه نروح على الفلاتر. اكو كلش هواية فلاتر، لينس بلر والدراما. اني احب الجرانج اللي هو تقريبا 1098 فلتر او 1498 فلتر. كلها تقدر تتحكم بالستايل مالتها وبالفينيت وبالبلر وبالبرايتنس وبالكونتراست وبالساتوريشن. إذا شفتوا الفلتر كلش صار أوفر، يجوز يعني الخلل مو من عنده، يجوز البرايت كلش عالي البرايتنس، فتروحون تنصوه. بس أنا إذا أحاول أختار فد فلتر تقريبا أوكي، أتوقع هنا أوكي مناسب. نرجع للتولز، نروح للفلاتر ونختار فينتج.
تقريبا عندنا 12 نوع، كلها حلوات حسب الصورة. يعني انتو شوف شنو اللي يرهم. آخر شي نروح على الديتيلز وننطي شوية تفاصيل للصورة حتى تبرز أكثر. الشاربنس دائما لا تخلوه يعني أكثر من 50 لأن حيبين فيك. أنا راح أحط تقريبا 40 كلش أوكي. والستراتش 26. أنا هسه اقتنعت بهاي الصورة، ما أريد أضيف بعد عليها أي شيء. أنتوا بعد كيفكم إذا تحبون تضيفون تفاصيل أو فلاتر، يعني عندكم كلش هواية خيارات، تقدرون تمحون أو تضيفون هواية أشياء. المطلوب من عندكم إنه تستعملون برنامج السناب سيد وتنزلوا لي صورة دا أشوف النتائج اللي حصلتوا عليها. أتمنى تكونون استفاديتوا من الدرس. إذا حبيتوا الدرس سووا شير ولا تنسون السبسكرايب للقناة باليوتيوب. مع السلامة.